في 2023 لازال في عربية هاتشباك صغيرة بتنزل وبنزين عادية خالص وأسعارها عادية خالص مش غالية. سبحان الله، الميتسوبيشي ميراج، أو زي ما الأوروبيين بيقولوا عليها السبيس ستار. مش عارف صراحة ايه سبب التسمية دي، هل بسبب انها بتطير نحو النجوم؟ قال يعني السريعة أو يخي دي ميتسوبيشي يعني صباح الفل. هي بتصنف على انها عربية سب كومباكت بتنافس حاجات من دلوقتي او من وقتها زي النيسان ميكرا، الكيا ريو، الاوبل كورسا، والتويوتا ياريس وغيرهم. والميراج قديمه جدا في السوق ومنتشره جدا في السوق العربي وكذلك برضو الاسيوي الاوروبي الى حد ما، وحققت نجاح كويس جدا حتى ان طلع منها 6 اجيال الى هذه اللحظه. بيختلفوا في التسميه لكن هم رجعوا في الاخر على اسم الميراج في الجيل السادس بتاعها اللي طلع منه 2 فيس ليفت. النهارده اللي عندنا الفيس ليفت الجديد بتاعها اللي طلع فيه سنه 2019 ومستمر معانا كجديد الى هذه اللحظه. الميراج دي برضو بتنزل كسدان في بعض الاسواق زي الافريقيه والاسيويه اللي هي الالتراج او الجي 4. هي اكبر شويه بقاعده عجلات اكبر شويه وكذلك برضو فيها مساحات اكتر شويه من السيدان. سعرها في السوق الاوروبي السبيس ستار دي ممكن تطلبها باول فئه ب 11900 يورو حوالي، وبتنتهي عند اعلى فئه ب 19000 بالموتور السي في تي. بمناسبه السيفتي بتاعت العربيه دي فهو لم يتم اصدار تقرير من اليورو انكاب الى هذه اللحظه للفيس ليفت ده، ولكن ما قبل الفيس ليفت خدت 4 نجوم من 5، والفيس ليفت ده بينزل كستاندرد ب 6 ايرباجز من اول فئه، وكذلك برضو اي بي اس، اي بي دي، وهيل ستارت اسيست ولينكيب اسيست، ولكن دول بينزلوا فقط من رابع فئه. الفئات هي البيزك، ثم السلكت، ثم البلس، ثم واحده سبيشال اسمها سلكت بلس، ثم التوب، ثم واحده سبيشال اسمها سلكت بلس بلاك. اللي عندنا النهارده الفئه العاديه اللي هي اعلى واحده فيهم اللي هي التوب. هقول لكم الفرق ما بينهم واحنا بنتحرك في اجزاء الفيديو اللي مختلفه، اللي الفيديو بتاعنا كعادتنا متقسم ليهم، ممكن توصل لهم تحت من شريط التحميل وكذلك برضو في توصيف الفيديو. ما وثقوش اول مره تزورونا في القناه فالاشتراك وتفعيل زرار الجرس عشان نقول لك ان شاء الله لما ننزل اللي قبلها الفيس ليفت الاول وكذلك برضو الجيل السادس والخامس والرابع والثالث والثاني يمكن الاول. ممكن تطلبها جديد ب9 الوان مختلفه للجسم الخارجي للعربيه دي، الوان كلها مصمطه. لو بصينا على الشكل من قدام فهنا في الميتسوبيشي قلبت على الاشكال الجديده والجينات الجديده بتاعت ميتسوبيشي، بيسموه الشكل الساموراي اللي هو الكروما او النيكل اللي لفه بالشكل القوسي ده اللي حضنه الفجات الاماميه اللي بتنزل فقط من ثالث فئه. وفوق طبعا الكشافات اللي عندنا عشان احنا في الفئه اللي قبل الاخيره فكلها بتبقى هالوجين مع شبكه عاديه خالص تتوسطها علامه ميتسوبيشي. تصميم بسيط جدا ما فيهوش حاجه كتير بتحصل. ولو اتحركنا للشكل الجانبي عادي جدا تقليدي جدا، لكن سبويلر مع الرفارف الخلفيه هنا مديها الشكل رياضي الى حد ما عشان احنا في الفئه اللي قبل الاخيره. فمن اول الفئه اللي قبل الاخيره بتنزل بالجنط ال15 السبور، قبل كده بتنزل بالجنط ال14 الحديد، وانواع كتير جدا من الجنوط حوالي 13 نوع مختلف ممكن تلاقيهم موجودين في السوق. الازاز الخلفي بيبقى فاميه من رابع فئه، كذلك برضو اخر فئه بتبقى ليدات اماميه وخلفيه، والمرايات بتبقى ضم وكيلس انتري فقط من الفئه الخامسه. الشكل من ورا برضو السبويلر بالازاز الكبير اللي بيديك رؤيه كويسه جدا من ورا. نلاقي تحت مكتوب هنا سبيس ستار عشان احنا طبعا في اوروبا. كشافات هنا برضو عاديه جدا بيضاويه خلينا نقوله، مع العواكس هنا الطوليه اللي موجوده في الاكسدام اللي فيه زي سبويلر كده تحت، لكن هو طبعا مسدود. شكله رياضي شويه وجذاب الى حد ما. ما تتوقعش كتير في الانتيريور ان هو يكون حاجه واو، هو بيزك جدا عادي جدا. كونسول كده في النص، هنا عدادات، شاشه صغيره، شكرا، مالتي فانكشن ويل. هنا متقفل عشان احنا في اخر فئه الوحيده بتبقى متقفله بنوع من الكاوتش عالي الجوده بالخياطات التي يعني تبقى شبه شويه تمثل الجلد الصناعي. غير كده بقيه الفئات كلها بتنزل بيه تقفيل بلاستيك، حتى هنا البيانو بلاك اللي موجود ده بينزل في اخر فئه، كذلك برضو الموجود هنا في الشاشه وفي الكونسول الوسطي موجود تحت اهو شغل البلاستيكات اللميعه دي. كل التلميعات دي بس في اخر فئه، بكده غير كده بتنزل ضلمه خالص.
اول فئتين ما بينزلوش بشاشه، بينزلوا اول فئه بس بتنزل بشاشه، اسف بتنزل براديو، تاني فئه بتنزل بالشاشه ال 6.2 بوصه، بتبقى صغيره جدا مالتي ميديا. ثم بعد كده الفئه من اول فئه الرابعه بتنزل بالشاشه ال7 بوصه. الشاشه ال7 بوصه دي انا بوريها لكم كده بسرعه، هتقعد تزمر شويه معلش، بس هي شاشه عاديه جدا اعتياديه جدا. كل اللي فيها ان هو فيها اندرويد اوتو وابل كار بلاي، ما فيهاش طبعا نافيجيشن تربطها بالشاشه بتاعتك زي ما انتم شايفين. بصوا هو بس جايب لك هنا الايه الداب، طبعا اللي فيها راديو الداب والاف ام والام وبس كده، وهنا التليفون بتاعك التوصيل بيه تمام، وهنا النايت مود والكلام ده كله وبس كده، والاوتو بتاعك والصوت والكلام ده كله والسيتنجز بتاعت العربيه، بس كده عاديه جدا تمام. طيب على الشمال هنا الكروز كنترول بتاعك، مفيش سبيد ليميتر، ده اوبشن زياده ما اعرفش ليه، لكن على الاقل في كروز كنترول للطرق السريعه. وهنا على اليمين بتلعب في الصوت بتاعك والفوليوم والميدياز اللي انت شغالها بالبطاريه بتاعتك، وتقفل وتفتح على التليفون بتاعك. والشاشه اللي تحت دي ما فيها اي تحكم خالص، اقتصاديه جدا، هي بس جايبه لك العداد الكيلومترات والبنزين بتاعك. وعلى الشمال هنا الاضاءات بتاعتك في الدراع من هنا، المرايه من هنا اوتوماتيك، الازاز كله كهرباء. لغايه تاني فئه بيبقى الازاز اللي ورا يدوي. خلي بالكم عربيه اقتصاديه، بكرر. مساحات التخزين اللي هنا والله مش بطاله، بس يعني تشيل ازازه 1.5 لتر لو زنقتها، الصراحه مزنوقه جامد جدا. مفيش اي ادراج هنا خالص. في مكان صغير هنا معرفش يعني يشيل الموبايل بتاعك ولا لا، لا ما يعني يا دوبك هيبقى طالع. هنا في كاب هولدرز لكن ما فيهمش اي مثبتات، بص نحط اي حاجه، بص بتلعب ازاي، فخلي بالكم منها. مفيش اي مساند ايدين حتى في اعلى فئه. مكان تخزين هنا صغير، مش عارف ممكن تحط فيه ايه، تحط فيه مفتاح مثلا ولا حاجه. ودرج التابلو هنا من مساحه المتوسطه والله مش بطاله. وهنا الشماسات طبعا زي ما انتم شايفين ما فيهاش اي اضاءات خالص، وتفتحها كده بتلاقي هنا مرايه، لكن الشماسه كبيره الصراحه، لو حطيتها كده تحس انها بتصد شمس كتير، فحجمها كويس. مفيش اي اماكن تخزين تانية. طيب الكراسي نفسها قماش عادي ضعيف الجوده جدا هنا، بس عشان احنا في اعلى فئه، في شويه خياطات كده مع لعب زجزاج كده في التكشر كده بتاع الكراسي، عشان يديك شويه ايحاءات انها يعني اعلى فئه. لكن طبعا كل اللي فين كلها الموجوده هنا كلها مواد بلاستيكيه بلاستيكيه بلاستيكيه، عشان اعلى فئه. هنا في مواد بتقلل شويه الكربون فايبر، لكن طبعا كل حته هنا عباره عن بلاستيكات. تحت هنا في تدفئه الكراسي يمين والشمال في اعلى فئه فقط. وهنا في فتحه يو اس بي عشان اندرويد اوتو بتاعك. وطبعا الموتور فيه هنا ستارت وستوب، هو بيفصل لوحده. بس كده عاديه جدا. والتكييف طبعا بكر عادي خالص، اقتصاديه جدا لكن عمليه. تعالوا نشوف الكرسي اللي وراه بسرعه كده. ناخد الازازه. الكرسي عموما فتحه الباب ضيقه، زاويه سيئه. الفتحه مش ضيقه قوي، لكن هي الزاويه سيئه جدا، هتتعبك حاجه بسيطه وانت بتدخل كرسي الاطفال بتاعك، هتتعبك الصراحه. لكن كواحد بالغ فبيخش، انا ممكن اخبط هنا اهو، فلازم توطي جامد. الفتحه ضيقه والمكان ضيق. طبعا كنت جايبه لكم عشان اوريكم، مفيش هنا اصلا جيوب للباب خالص مش عايزها خلاص. في هنا كاب هولدر واحد لكل الناس اللي هنا. الجميل والله ان المساحات اللي هنا مش سيئه قوي زي المتوقع في قاعده العجلات الصغيره دي. لازال في مساحه ركبه مقبوله، رجلك بتلعب تحت الى حد ما كويس، لان هنا الفتيس طبعا النفق الفتيس هي 3 سلندر وجر امامي، فنفق الفتيس هنا مش كبير قوي. فمش هيضايقك وانت بتنقل الكرسي اللي في النص اللي هو بنفس مستوى الكراسي دي. حاجه كويسه الصراحه، ومش ناشف خالص، لكن هو ضيق طبعا بطبيعه الحال. لكن العربيه مخصصه انها تشيل 3، فلو انت قاعد مع اطفال ورا او قاعد مع 2 كبار فالقعده هتبقى ضيقه جدا. طوارئ فقط للبالغين. شوف الازاز كده، اختبار الازاز ممتاز، ينزل لغايه الاخر. الازاز طبعا حجمه مش كبير قوي في الفيس ليفت ده عشان يبقى شكلها حلو زي ما قلنا في اثناء التصميم. مفيش اي مماسك هنا خالص، او خطافات او اضاءات او مخارج 12 فولت او مخارج يو اس بي او حتى مخارج للتكييف. التكييف فقط موجود قدام، وطبعا ايزوفيكس بس موجود عادي خالص تحت. الشنطه بسرعه كده نشوفوها. شنطتها الصراحه مأساويه، 235 لتر فقط.
مش كبيره على الفئه دي. كل الفئات البولو دلوقتي وصل 320 يعني بعض منافسينها التانيين حتى اليارس داخل على 300، لكن هي صغيره جدا. وفي بروز تحميل هنا عالي جدا، هيتعبك بقى الشنطه التقيله بتاعتك دي. بص هتحط كده في العربيه عشان تطلعها وتزقها، مفيش اي اوبشنز خالص. والراجل حاطط لنا هنا عده انقاذ، وتحت هنا رفعت الخشبايه دي. في ممكن تنزل بالعجله ستيرن لو طالبها بيها، لو مش طالبها يبقى عده تصليح فقط. اوبشنز اللي موجوده هنا بس في اضاءه من هنا وفقط كده. الرف اللي فوق طبعا قليل الجوده جدا، متوقع يعني، ملوش مكان غير ان هو يتحط على الارض او ان انت تحطه بره. شكرا. نزل الكراسي. تمام. كراسي غريبه شويه، بتفتحها من الحزام ده كده وتنزلها. والله هو لذيذ الحزام ده، مش وحش يعني، لكن هي قريبه جدا منك فسهل انك تنزلها، لكن ما بتدكش مساحه مستويه. لكن هتديك مساحه فيها هنا بروز، هتتعبك وانت بتحط اي نوع من انواع الشنط عشان تزقها. زي الشنطه دي كده عشان نزقها مش عارفين هنضطر نرفع ونزق. لكن كده زود لك السعه التخزينيه بتاعتك ليه 920 لتر على ما اتذكر، 900 وحاجه يعني. المواتير هم موتورين بينزلوا في الفيس ليفت ده، هما الاثنين ال 1200 سي سي، واحد فيهم 5 سرعات مانيوال والثاني سي في تي اوتوماتيك. طبعا العربيه اقتصاديه لكن الموتور صغير جدا، لكن طبعا في عزل حراري كويس، لكن مفيش اي شيلدنج وحمايه خالص للمواتير، وكذلك برده مفيش سيلينج عشان الوساخه ما تخشش للموتور. هي في الاخر عربيه اقتصاديه، مش هنشتكي، الحمد لله انها بتمشي. تمام. طيب اللي عندنا النهارده اللي هو ال5 سرعات المانيوال، هما الاثنين تنفس طبيعي و3 سلندر. هيقول لك ان الاداء هيبقى على قده خالص، متواضع جدا. 78 حصان، والعزم بتاعها فقط 100 نيوتن متر تورك. سرعته القصوى 180 كم في الساعه، بتسارع من 0 ل 100 بالنسبه للمانيوال 12.6 من الثانيه، والاوتوماتيك 13.5 ثانيه. الاثنين معدل حرقهم للبنزين اقتصادي جدا، 4.1 لتر لكل. جوه المدينه طبعا هي عربيه معموله لجوه المدينه يعني، بس هي عربيه اقتصاديه زي ما قلنا. زي ما انتم سامعين طبعا صوت الموتور العالي، 3 سلندر تنفس طبيعي، ما تتوقعش منه كتير. الحاجه الغريبه برضو ان عشان احنا عندنا المانيوال الكلاتش كده الدبرياج سيستته خفيفه، هو بيلقط حلو مديك براح يلقط فيه، لكن سيستته خفيفه كده والكواليتي بتاعتها قليله يعني. تمام. طيب هنا بقى عربيات الميتسوبيشي كان قبل كده جوه المدينه كانت فيها غريبه شويه. لما سوقت مثلا حاجه زي الاوتلاندر مثلا، ممكن تبصوا عليها في اللينك اللي فوق ده مثلا، كان نظام العفشه بتاعتها التعليق بتاعها غريب. هنا الغرابه اقل شويه، هنا متوجهه اكتر للمدينه. الثانيه كانت عفشه ناشفه جدا مع نظام تعليق طري جدا، فكان جوه المدينه الصراحه غريب، وكان على الطريق السريع غريب. لا هنا هي جوه المدينه بتبرع الصراحه في الحوار ده، لان هي النظام الدفع، النظام التعليق القدامي طبعا ماكفيرسون زي ما احنا عارفين، بينما الخلفي هو تورشن بيه متصل، لكن هو سيمي اندبندنت. تمام. ففي شويه امتصاص بسيط، ولو يعني حاجه بسيطه في الصدمات. فانا مثلا شفت اهو في المطبات اللي انا طلعت فيها دلوقتي اهي العاليه مفيش فيها مشكله. تمام. العربيه فصلت، لا مؤاخذه، نكمل تاني. انما النقص اللي هي الناشفه شويه والحاجات بتحس بيها الصراحه يعني كويسه. جوه المدينه حلوه ما تضايقكش يعني. الاحساس صراحه مش وحش فيها جوه المدينه. الرؤيه هنا كويسه جدا، الاي بيلر هنا صغيره، القوائم الاماميه، بينما الخلفيه هي ضيقه شويه، لكن طبعا في هنا حساسات خلفيه، وفي الكاميرا الرجوع مش زي الاوتلاندر مثلا كان فيها كاميرا لكن ما فيهاش حساسات يعني، كانت حاجه غريبه الصراحه. انما هنا عشان الفئه الاعلى ففيها كل حاجه انت محتاجها وهتكفيك في الركنه والكلام ده كله والتحرك جوه المدينه. اخر حاجه بس في جوه المدينه اقولها، اللي لو انت واقف في وضعيه الثبات، تمام، بصوا خفيفه جدا الصراحه. فعشان كده انا شايف ان جوه المدينه دي عربيه متفوقه جدا، ممكن تجيبها بالسعر ده وهتبقى مريحه جدا في سواقتها. نطلع بقى على الطريق السريع والطرق الملتويه والشبه السريعه والدوليه الخ. فالعربيه دي مش بتاعت كده خالص، هي معموله للمدينه الصراحه، هي سب كومباكت معموله للمدينه اكتر منها. مش معنى كده مش هتسافر، لا هي هتطلع وهتتحرك وكل حاجه، بس يا جماعه الاداء
بص عجله القياده ما تقلقش قوي الصراحه، هي صح هي حاده جدا، بصوا لا كويسه جدا، اتحسنت كتير عن الفيس ليفت اللي قبليه وعن الاجيال اللي قبل كده كلها، بقت حاده فعلا، بقت طبيعيه جدا تمام. لكن عزل الصوت فيها وحش جدا، سيء، مش هقول وحش، خلينا نقول سيء، تحت السيء. عربيه في الاول والاخر اقتصاديه. بص احنا هنتخطى مثلا ايه العربيه النقل الكبيره دي، انا خلاص دايس بنزين على الاخر اهوت، وده الموتور الوحيد اللي عندنا، ما عندناش اقوى من كده عشان اتخطاها اهو. شايفين التسارع على قده خالص يعني تمام. مش عارف انتوا سامعين الصوت ولا لا يعني، لكن عزل الصوت فيها سيء. الثبات فيها برضو مش احسن حاجه، الجنط الكبير ده الاكبر ال 15 ده بيدي ثبات احسن شويه عن ال 14 طبعا، تلامس بيتحسن، لكن مهما كان مش هتبقى حاجه خالص زي البولو مثلا او حق الفورد فيستا طبعا معديها بكتير. فالعربيه ما فيهاش اي نوع من انواع متعه في السواقه، هتسافر وتطلع بيها وكل حاجه وتتمشى، لكن لازم تمشي دايما الحاره اليمين بالراحه كده وتتأنى، ما تعديش ال 120. انا بعد ما عديت ال 120 اهو بصوا هعدي ال 120 يبتدي بقى العربيه ايه اهتزازات، اي عربيه تعدي جنبي مع الهواء الديناميكا بتاعت الهواء العربيه بتتهز، واساسا عشان توصل ل 160 انت هتعاني معاناه شديده جدا يعني تمام. الفرامل نفسها لو دوست لا ماسكه نفسها كويس جدا الصراحه، ومفيش فيها مشكله وبتقفش كويس وهتنقذك، مش زي الفرامل القديمه الياباني، لا اتحسنت بقت ستايل اوروبي يعني تمام. واخر حاجه هقولها طبعا اللي هي طبعا الموتور الثلاثه سلندر، احنا انتوا سامعينه عالي جدا مع الهواء، عامل ازعاج الصراحه في العربيه، والكرسي اللي قعدته مع المسافات الطويله الصراحه ما وثقش بيه خالص، لان هو فعلا متعب جدا بعد فتره طويله من السواقه. لو فترات صغيره اوكي، فترات طويله هيتعبك. عربيه من الاخر كده مش ممتعه خالص في سواقتها، عربيه مش بتاعه سفر تسافر بيها وكل حاجه، عربيه معموله اكتر اقتصاديه على قد فلوسك عشان توصلك بمساحات مقبوله للحتت اللي انت عاوزها.